غنمشي للموضوع ديال المناورات. المناورات اللي دار شنقريحه، كنت قلت منذ ايام بانه دار زياره الى المنطقه العسكريه الثالثه، وكنعرفوا المنطقه العسكريه الثالثه كي دايره. دار زياره تما، ومن بعد بدات مناورات عسكريه. اولا هذه مناورات ماشي تدريب، كاين فرق في اللغه العسكريه. المناورات ماشي تدريبات، والمناورات عاده كتضمن رسائل، فيها رسائل سياسيه، رسائل اعلاميه، رسائل سيكولوجيه، رسائل المحيط الاقليمي. هذه كتكون رسائل دول معينه. هنا خاصنا نحاولوا نشوفوا شنو هي طبيعه هذه الرسائل من هذه المناورات، وعلاش هذا التوقيت بالذات على بعد ايام فقط من الهجمات ديال البوليزاريو على السماره، ثم علاش بالضبط بالشهر، المحيط ديال بالشهر علاش بالضبط. في التحليل السياسي عاده انه على المستوى الدولي ما كايناش شي حاجه سميتها الصدفه، ما كايناش، كتكون شي حاجه زمنيا كتكون مضبوطه معروفه علاش دارت. القيام بمناورات عسكريه في بالشهر، الصحراء الشرقيه المحتله، كنعاود نقولها، اللي خلاتها فرنسا نزعتها من المغرب وعطاتها الجزائر. كاين الوثائق، الصحراء الشرقيه ديالنا هنا على مقربه، هذه المناورات على مقربه بين مزدوجتين من الحدود مع المغرب. انا كنقولوا بين مزدوجتين لان ما كايناش حدود. وبعد ايام من الهجمات على السماره، فيها رسائل. اولا الرساله الاولى، او علاش دارت هذه المناورات في هذا التوقيت هذا، كاين هذاك الجانب اللي كنهضروا عليه كيديروا عاده بعد المناورات اللي كيدير المغرب والولايات المتحده الامريكيه. المناورات الاخيره كان كيدير شنقريحه واحد المناورات كيديرها، ولكن هنا الوضع مختلف اليوم. علاش؟ لان ملي كندخلوا هذه المساله ديال الضربات الارهابيه للسماره كتغير المعطيات. هذه المناورات اللي داير هي محاوله باش يشتت الانظار على الهجمات الارهابيه على السماره. اذا داير شنقريح هذه المساله باش يعاود انه يشتت الانظار. علاش؟ لان غتلاحظوا بان الهجمات الارهابيه اللي تعرضت لها السماره من طرف البوليزاريو، الهجمات ديال البوليزاريو الارهابيه، اكبر ادانه دوليه كانت البوليزاريو والهجمات، اكبر ادانه، وهي في الواقع ادانه للجزائر، لان البوليزاريو فوق الاراضي الجزائريه. المساله الثانيه انه الدول شافت بانه راه هذا الشيء عنده ارتباط بما وقع، الهجمات اللي هجمت ديال الازواد وجبهه نصره الاسلام والمسلمين بتحريك من الجزائر اللي هجموا على مالي، على العاصمه باماكو. هنا شافوا الناس بانه الاوضاع الاقليميه راها كتنزلق، وهنا كنعرفوا بانه دائما الامم المتحده كتقول لك هذا نزاع عنده طبيعه اقليميه. المساله الاخرى وهي ايضا بزاف ديال التحليلات كتقول لك الجزائر حركات البوليزاريو. اذا هنا جات المناورات باش تحاول انها ديال شنقريحه باش تغير المشهد، تخلق واحد الصوره اخرى، صوره اعلاميه اخرى. شنو هي الصوره الاعلاميه؟ باغا تبان فيها بان الجزائر راه كتراقب الاراضي ديالها، ماشي انه البوليزاريو هذه هنا زادت ورطات نفسها اكثر. الا كانت كتراقب الاراضي ديالها كيفاش خرجات الاسلحه وصلت للشمال ديال موريتانيا وتم الهجوم على السماره، كيفاش هنا مثلا. لا بغينا نمشيو في هذا التحليل هذا. ثم انه
بغات بهذه المناورات شنقريحه بغا يغير النقاش، يحول النقاش، ما يبقاش النقاش على السماره والهجمات الارهابيه على السماره، يولي النقاش على مناورات عسكريه جزائريه. هنا كنعرفوا مناورات الدلاله ديالها لما كتكون اخبار على وجود مناورات. المساله الثانيه وهي مناورات في المحيط ديال بشار. علاش؟ هنا شنو المعنى ديالها؟ كما قلنا الصحراء الشرقيه المحتله، الاراضي ديالنا اللي خداتها فرنسا قطعتها، واللي حنا عندنا في الدستور في الديباجه الحدود الحقه، هاد الامور غترجعها. هنايا شنو المعنى ديالها؟ شنو بغات تقول الجزائر هنا ملي دارت العمليه ببشار؟ اولا بغات تقول بانها راه ما كايناش غير جبهه وحده. شو دابا القرايه اللي خصها تقرا؟ جبهه وحده. بغات تقول لك راه كاينه جبهه ديال البوليزاريو وكاينه جبهه ديال الجيش ديال شنقريحه هنايا قرب الحدود مع المغرب، الحدود بين مزدوجتين، والاخرى شمال موريتانيا. وهنا غنرجع لها من بعد، غنشوف هذه الخطه ديال من مساله اخرى ايضا في هذه المناورات، وهو تخفيف، بغاو يخفوا الضغط على البوليزاريو. علاش خفوا الضغط؟ لان هذه المناورات هذه فيها رساله للمخيمات، رساله للمخيمات هنا، لانه الجزائر من خلالها بغات ترسل رساله الى الساكنه ديال المخيمات اللي قلنا بانه كيفكروا في التفكيك ديال المخيمات، كيفكروا بانهم راه كل شيء ساله هنا، بمعنى ان النظام العسكري بغى يقول بانه راه باقى الميليشيات وغيرها، بغى يقول هاد الحوايج هادو. ورساله ايضا للداخل الجزائري، كنعرفوا بانه عطاف كيقول لك عطونا مهله، قالها مسعد بولس والامريكيين عطونا مهله، هو الان كيصيفط واحد الرساله للداخل الجزائري هنا، وكيشتت الانظار نحو المنطقه، نحو قرب الحدود ديالنا حنا هنا. كاين ايضا جانب اخر في هذه المناورات، وهو كاين ضغط على الجزائر، وهضرنا على الورطه ديالها في ما وقع في مالي، وهضرنا ايضا على قوات امريكيه، نشر قوات امريكيه، وقلنا بانها كاين معها قوات اسرائيليه في الجنوب ديال الجزائر، وقلنا بانه الامريكيين طلبوا من الجزائريين ما يقربوش تما لهذه المنطقه هذه قرب تامن راست بالخصوص هنا. وعلاش؟ احد الاسباب اخرى، واحد السبب اخر، لانه كانت معلومات لدى الامريكيين بان الحرس الثوري الايراني كان في هذه المناطق، وصل، وراه مجموعه ديال من الجنوب الجزائري كيتذكروا هذه القضيه، والمعلومات اللي كانت جات بانه كانوا الحرس الثوري الايراني في هذه المنطقه هذه انذاك. اذا هنا فيها كما قلنا كيحاولوا يغطيوا على هذه الجوانب كلها. ثم انه تقدر تكون واحد القضيه ان هذه المناورات هي تخطيط لشيء قادم، نقدر نوصل ليه في واحد السيناريو اللي كيبان يقدر يمشي ليه النظام العسكري. علاش بالشهر بالضبط؟ علاش بالشهر؟ اولا الصحراء الشرقيه المحتله اللي خداتها فرنسا لينا وعطاتها الكبرنات النظام العسكري هنا، والوثائق موجوده، وفرنسا كل مره كتخرج وثائق واللي هي السبب ديال المشكل ديال النزاع، وهي السبب في صناعه البوليزاريو وهذه المسائل كلها. بما شتوا الانظار على هذا الملف هذا ومشاو خلقوا البوليزاريو وخلقوا نزاع اللي هو العمر ديالو اليوم تقريبا نصف قرن. السبب هو هذا. هنا كيبين بانه هذه المناورات كيبين بانه كاينه عقده جزائريه هنا، واحد هذه المنطقه كاينه عقده عندهم، عقده جزائريين في هذه المنطقه عندهم عقده هنا كنعرفوها، وفيها عقده الحرب مع المغرب هنا. ثم هذه المنطقه باش نعرفوا الدلاله ديالها، ومن هنا ملي كتمشي لبشار وانت غادي وكتمشي لتيندوف وغيره، راه بوابه كانت ديال اش؟
اللي كيتذكروا الشاحنات المغربيه اللي كانوا كيمشيو لمالي، راه كانت واحد الممر تقريبا قريب من هذه المنطقه هذه. انا كنهضر هنا على 70 71 وقبل منها هنايا. نقطه اخرى انه الجزائر كما قلنا بغات تغطي على المشهد بهذه العمليه اللي داير شنقريحه، ويتنقلوا الصور. شنو هما الصور يتنقلوا؟ صور ديال دبابات وطائرات وصواريخ وغيرهم. هذا هو اللي بغاو انهم يخرجوا هاد الرسائل هذه. هذا الشيء جا قبلاش؟ جا قبل المفاوضات. جا قبل المفاوضات. مره اخرى قلنا بانهم كيحاولوا يتموضعوا ميدانيا قبل المفاوضات، لان كنهضروا على مفاوضات قبل العيد، واش هذه المساله غتكون ولا ما غتكونش، ولكن قبل المفاوضات القادمه هنايا. اذا اش داروا قبل المفاوضات دابا النظام العسكري؟ حرك الازواد واياد اغالي ديال جماعه نصره الاسلام والمسلمين، زيد البوليزاريو. وبالمناسبه الناس اللي كانوا كيقول لك بانه البوليزاريو ما كانش في الهجمات على مالي، راه خرجات من وسط الازواد فيديوهات كتهضر كتقول لك البوليزاريو كان شهاده من تم. اذا ديك الصور كلها صحيحه. كاين هنا الهجمات على المساله الاولى، تحريك الازواد والمجموعه والجماعه ديال اياد اغالي نصره الاسلام والمسلمين الجماعه الارهابيه، وحركوا البوليزاريو دار هجمات على السماره، وداروا مناورات عسكريه هنا في المحيط ديال بشار. هذه كلها رسائل قبل المفاوضات اللي كيدير النظام العسكري باش نعرفوا الورطه فين واحد النظام العسكري. لهذا فراه التوقيت هنا مهم جدا. التوقيت اللي داروا فيه هذه المساله مهم جدا. اليوم كاينه حرب اعلاميه، اليوم كاينه حرب اعلاميه وحرب رسائل كاينه في هذا المجال هذا، وكاين حرب ديال السرديات. وهنا احد السرديات اللي كيحاول يبنيها النظام العسكري كتعلق بهذه الحوايج هادو. فقط هنا غنوضح واحد النقطه، ملاحظه هنا اللي كيرجع المذكرات ديال خالد نزار والحوارات ديالو، غادي يلقى واحد المساله كيقولها هو. كيقول لما وصلهم علم بان المغرب كيستعد باش يبني الجدار الامني. خالد نزار كان هو في المنطقه العسكريه الثالثه، كان في بشار. فجاهم الشاذلي بن جديد كان هو الرئيس وعرض عليه خطه. شنو هي الخطه؟ الخطه هي ما يخليوش المغرب يكمل انذاك. هادشي ملي كانت البدايه ديال البدايه الجدار البناء ديال الجدار الامني، ويديروا واحد الاشتباك مع المغرب في هذه المنطقه ديال بشار وغيرها. هذه شهاده ديال خالد نزار. هذه غتخليني هنا نخرج جوج ديال النتائج. الان كيحاولوا تشتيت الانظار على البوليزاريو. تشتيت الانظار ما بقاوش مركزين على قضيه البوليزاريو والهجمات ديالو. ولكن كاينه مساله اخرى. شنو هي انه قد يكون هناك مخطط، لان طبيعه المناورات كتبين بان هناك استعداد ما. انا هنا غير كنهضر كمحلل، لان يبدو بان هذاك الطرح ديال البوليزاريو اللي طلب من الامريكيين ورفضوه وكيرفضوا المغرب، وايضا ما تقوله الجزائر ان البوليزاريو يدخل الى المنطقه العازله، كيبان بان هناك مخطط ما في هذا الاتجاه اللي كدير الجزائر. وكنتذكروا جيدا شنو لما النظام العسكري في واحد المرحله وصل الياس ودفع بالبوليزاريو ولا معبر ديال الكركارات. كنتذكروا هذه المساله. دابا الان هناك شيء ما يخطط. نرجعوا لهذا الموضوع، يمكن نرجعوا ليه في شي مرحله معينه، يمكن اننا نتناقشوا عليه. نمشيو الى الصور باش ننهيو هذا اللقاء. الصوره الاولى وهي هذه من فرنسا 24. الصحفيين، هذا سؤال الصحفيين اللي هما
مغاربه. دابا هادي اللي شاف الحوار ديالها في هذا الموضوع، كتهضر على تشكيك امريكي في سياده مدريد على سبتهم، كتهضر على مدريد، تشكيك مدريد، سياده مدريد على سبتهم، اللي كتهضر على سبتهم ليليا. ولكن الخطاب هنا خطاب جزائري، اللي شاف هذه القضيه خطاب جزائري. غريبه هذه المساله، هذا كيطرح سؤال. خطاب جزائري، واش هاد الجزائريين عندهم هاد التاثير في الاعلام حتى لهاد الدرجه؟ كاينه هاد المساله الاخرى هنا. قبل ما نمشيو لهادي، نشوفوا هادي بعدا جوج طابلات في اللقاءات الجزائريه مع وفود. جوج طابلات. الطابله الاولى حتى هادي طابله، شو هاد الفضيحه، جالس صقع روزيق. شو الطابله كي دايره؟ حتى هادي طابله ديال الوفد. واش هادي طابله؟ حتى هي الطابله ديال الفورميكا اللي كنهضروا عليها. شو الجلسه؟ طابله وشي وراق وستيلو بيك وجلس تما. انت واش هاد دابا بحال هاد الطابله هادي، بحال هاد الاجتماع هذا، وهذه طابله شنو نقولوا؟ طابله يلعبوا فوق من الدادوس، اللي عاقل على الدادوس تما، ولا يلعبوا فوق من ضما. هذه طابله ديال الاجتماعات. نحيدوا هاد الطابله، نشوفوا واحد الاجتهاد اخر. هي ملي كيبغيو يجتهدوا دايرين طابله اخرى. حتى شنو هي هذه؟ الطابله ديال اش غنلعب فوق البيار؟ هذه بحال البيار، بحال الطابله ديال البيار. ما كاينش، ما عندهمش، ما كاينش. بحال البيار الطابله هذه. نشوفوا واحد الصوره اخرى. البروتوكول تشهد دخله هذه راه في القصر الرئاسي عندهم. وكاين واحد السؤال، نتفقوا الجزائريين يتفقوا على هذا النوع من الحرس، واش يدير شي كاسك ولا ما يديروش؟ حتى كاين شي بلاد فيها شي حرس بحال هكا ما دايرش كاع كاسك، ما داير والو. حتى شاد الفضيحه، كسوه بلا كاسك. السؤال تديروا ليها عصابه. حتى شي هادشي فضيحه. ونوصلوا الاحتفالات الجزائريه مازال مستمره. انتم الجزائريين وصلوا الى تقبيل العجلات، البوسان ديال الرويض، فرحانين بها. اللي عطاو رويضه فرحان، كيمشي يتقيد، يتزمم كما كنسميو حنا في الدارجه، ويتسناو يعيطوا عليه ويعطيوه رويضه. شو كيبوس في الرويضه. ليلة سعيدة، نلتقي في الساعات المقبلة لمناقشة موضوعات جديدة. دمتم بخير وإلى اللقاء.